في الفيديو ده عايزين نتكلم شوية عن شوية عناصر كده مهمة ممكن تفرق معاك في تكلفة الرسالة. بس في الأول عايزين نتكلم تكلفة الرسالة ده لو أنت شغال إعلانات ممولة والأوبجيكتيف بتاعك إن أنت عايز بتعمل إعلان إرسال رسالة والكلام ده كله. بس في الأول خلينا نفهم بس هو الرسالة دي بتتحسب إزاي. الموضوع بمنتهى البساطة، الفيسبوك او انستجرام ايا كان البلاتفورم انت بتعمل عليه الاعلان، بيظهر الاعلان بتاعك ده قدام ناس، عدد معين من الجمهور. الرسالة دي او الرسائل اللي بتجيلك دي هيتجاوب الجمهور بتاعك مع الاعلان بتاعك، بيبدأوا ان هم يبعتوا لك رسالة. فبالتالي انت وصل لك جيت صرفت 20 جنيه، الاعلان ده ظهر قدام 1000 واحد، في حوالي 5 بس هم اللي بعتوا رسالة، فبالتالي تقريبا تكلفة الرسالة حوالي 4 جنيه بس. فهو الفيسبوك مش بيحاسبك على الرسالة، هو بيحاسبك على الريتش عادي جدا، بس هو بيحسب لك تكلفة الرسالة، بيقول لك انت لما صرفت كذا دخل لك عدد كذا من الرسائل، فانت تقريبا تكلفة الرسالة معاك كده. فهو كده كده هيظهر الاعلان، وهيجيب لك ريتش قدام الجمهور اللي انت محدده، مفيش اي مشكلة. موضوع بقى تكلفة الرسائل دي بيبقى ليها شوية عناصر كده تانية، هي دي اللي بتأثر في تكلفة الرسالة في الاعلان. طبعا من ضمنها موضوع الاستهداف، وده كنت نزلت عليه فيديو على نفس البيج، وكنت بتكلم فيه عن النقطة دي. ان طبعا الاعلان بتاعك طبيعي ان هو لما يظهر قدام جمهور مناسب ليه، انت بتعمل اعلان لمنتج او خدمة معينة، كل ما بيظهر الاعلان بتاعك قدام جمهور مناسب اكتر للمنتج او الفئة دي، فبالتالي هتلاقي التجاوب معاك اكتر. بس برضو حتى فيما بعد ما ظبطنا النقطة الأولانية وألا وهي الاستهداف، في شوية حاجات تانية ممكن تأثر في تكلفة الرسالة. أول حاجة كده، يعني تاخدها قاعدة كده معاك، إن كل ما التفاصيل قلت في الإعلان كل ما تكلفة الرسالة قلت، وكل ما التفاصيل زادت كل ما تكلفة الرسالة زادت. بمعنى انت لو انت جيت عملت اعلان وانا جيت عملت اعلان، انت الاعلان بتاعك كاتب فيه مثلا شويه مميزات في الكوتشي وخلاص، وانا جيت كاتب في الاعلان بتاعي مميزات الكوتشي والسعر بتاع الكوتشي والمقاسات والالوان والشحن. فبنسبه كبيره الناس اللي هتخش تسالني هتبقى اقل من الناس اللي هتخش تسالك، لان انا عندي تفاصيل اكتر. اللي كان هيخش يسالني على السعر هو شاف السعر في البوست، اللي كان هيخش يسألني على سعر الشحن هو شاف السعر في الشحن، اللي هيخش يسألني يعرف المقاسات الموجودة من كام لكام هو اوريدي شاف ده. فبالتالي عدد العملاء اللي هيخش لك انت اكتر من العدد العملاء اللي هيخش لي انا. فدي كده قاعدة تحطها في دماغك، ان كل ما التفاصيل زادت كل ما تكلفة الرسالة زادت، والعكس صحيح. طيب ايه تاني بقى ممكن برضو يفرق في حاجة زي كده؟ وموضوع هل احط السعر في الاعلان واحط تفاصيل اكتر في الاعلان ولا لا؟ الموضوع يعني ده محتاج فيديو لوحده، لان في تفاصيل معينة بتجيب لك العميل بيبقى جاهز بنسبة معينة لحاجة معينة، وفي تفاصيل تانية ممكن لا ضروري انها تبقى مكتوبة، وفي تفاصيل تانية لا مش ضروري انها تبقى مكتوبة. ولو جالك عملاء كتير بيسألوا على السعر وانت مش حاطط السعر، طب تستفاد منهم ازاي؟ يعني ده فيديو لوحده هنتكلم فيه، بس انا بتكلم هنا على شوية عناصر برضو بتفرق في الموضوع ده. فاول نقطة هي موضوع التفاصيل، وكل ما التفاصيل زادت كل ما تكلفة الرسالة زادت، والعكس صحيح، وده هنعمل له فيديو لوحده. من ضمن الحاجات التانية برضو، هل انت عامل الاعلان بتاعك، انت البوست اللي انت عامله ده انت اوريدي ممول البوست ده وهو موجود على الصفحه؟ يعني انت لما جيت دخلت في الادز مانجر وخلاص عملت الاد او الكامبين وعملت الاد سيت وجيت عند مرحله الاد، هل انت حطيت المحتوى بتاعك والصوره بتاعتك او الفيديو بتاعك وانت بتعمل الاعلان، والاعلان بقى دارك من بره البيج؟ ولا انت اخترت يوز اكزيستنج بوست واخترت بوست موجود على الصفحه؟ هل ده بيفرق؟ بيفرق في شويه حاجات. اولا لو انت اخترت بوست موجود على الصفحه، ايا كان لو هو صوره او اكتر من صوره، فلما العميل يجي يدوس على الصور، حتى لو خلينا نقول صوره واحده عشان نوحد المثال، جه اختار مثلا لقى بوست بصوره واحده، فجي داس على الصوره هيفتح له الصوره ما فيهاش اي مشكله، وبيشوف الصوره، وبعد كده لو عايز يبعت رساله هيبعت. لكن لو انت عامل اعلان دارك من بره الصفحه، يعني عامله من الادز مانجر وحاطط الصوره بتاعتك من جوه الادز مانجر والمحتوى بتاعك وحاطط الهيدلاين والكلام ده كله، لا ساعتها العميل لو جه داس على الصوره ظهر له اعلان ودوس على الصوره مش هيفتح له الصوره، هو هيروح على طول يبعت لك مسج. فدي
اه طبعا دي ممكن تجيب لك عدد عملاء اكتر، بس بيبقى في ناس كتيره مش قصدها تبعت لك رساله. فهنا انت دخلت في حته يعني الكواليتي والكوانتيتي. ايه تاني؟ لو انت مثلا حاطط وليكن البوست بتاعك انت مقوله من على الصفحه ومش عامله من على الادز مانجر، فبنسبه كبيره جدا انت لو عامله من على الصفحه، في جنب زرار السند مسج كده بيبقى فيه هيدلاين كده، او بيبقى فيه زي جنب الكول تو اكشن كده. لو من على الصفحه مش هتعرف تحط اي كلام جنب الكول تو اكشن اللي هو السند مسج. لكن لو انت عامله من على الادز مانجر، لا هتلاقيه بيقول لك حط هنا هيدلاين لو انت عايز. دي من ضمن الحاجات اللي بتفرق في ان انت، ودي هتلاقيها دايما الناس اللي دايما بتشتغل كونفرجن بيبقوا فاهمين النقطه دي. فانت لو انت بتعمل اعلان رسائل، لا انت ممكن تحط جنب السند مسج، ممكن تحط جمله او كلمتين ثلاثه تشجع بس العميل ان هو ايه، تفهمه ابعت لنا مسج من هنا مثلا لو عايز التفاصيل، الحق الخصم من هنا. بتكتب ميزه تانية اصلا مش موجوده في المحتوى او مش موجوده في التصميم. فدي ممكن حاجات بتفرق معاك شويه. حاجه برضو من ضمن الحاجات في موضوع انها بتفرق معاه في تكلفه الرساله، ان دلوقتي، وخلينا نتكلم اكتر على كواليتي العميل عشان النقطه دي مهمه. لو انت عامل اعلان ومن على الصفحه using existing post من على الصفحه وفي كذا صوره، بنسبه كبيره على فكره يعني النوعيه دي من البوستات بتبقى دي اعلى كواليتي، مش اعلى كواليتي يعني، بس كواليتي العمله بتاعتها بتبقى كويسه. لان العميل ما دسش على الصوره بالغلط وبعت لك مسج بالغلط، لا بالعكس هو دخل وشاف صور كتير، ومش كل الصور هيبقى عليها زرار السند مسج، لا هو بيفتح له بقى الصور بتاعته عادي، وهيبدأ يقلب في الصور ويشوف التفاصيل ويشوف كل حاجة. وبعد كده لما هو يبقى عايز يبعت لك مسج، فعلا عنده النية ان هو يبعت لك مسج، هتلاقيه طلع وشايف الصورة اللي عليها سند مسج وخلاص وبعت لك سند مسج. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي بتفرق معاك شوية. بس في الأساس من أهم الحاجات هي موضوع انت المحتوى بتاعك شارح كل حاجة في المنتج او الخدمة ولا لأ، وانت بتقدمها ازاي ولا لأ. ده بيفرق جدا. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم اكتر عن يعني ازاي احط مثلا انهي تفاصيل احطها بحيث ان انا برضو يخش لي انا عايز عدد رسائل بعدد محترم، بس في نفس الوقت انا عايز برضو عدد عملاء او يعني كواليتي عملاء كويس. مش عايز حد يبقى باعت لي رسالة غصب عنه بالصدفة